السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سأقدم لكم شرح كيفية منع الدم والأسلحة من النقصان والذخيرة في EGI الإصدار الأول. سأقدم هذا الشرح لأن هنالك بعض من الأصدقاء طلبوا مني هذا. أخي، ممكن شرح تهكير لعبة EGI الدم والأسلحة تنتهي فالشرح كله كذب؟ أرجو أن ترفع فيديو على شرح. أتحداك أن تعمل شرح هاكر لعبة EGI. في الواقع أقول لهذا الشخص: نعم، سأرفع هذا الشرح، ولكن أنا عادة لا أرفع شروحات هاكر الألعاب، بل أرفع شروحات الهاكر. مفهوم؟ الآن فلنبدأ. أولا يا عزيزي أو يا أعزائي، تحتاجون إلى هذا البرنامج شات إنجلش. تضغطون عليه مرتين ثم تدخلون على اللعبة. بالطبع رابط تحميل البرنامج أسفل الفيديو. مفهوم؟ ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك على القناة. أول شيء تدخلون إلى المستوى في EGI. تدخلون على مستوى فيه سلاح عادي، مثلا أي مستوى يكون لديك، مثلا هذا السلاح تريد أن ترفع الدم فيه. انظروا، لدي 126. لا تخرج من اللعبة، اضغط على زر ابدأ فقط. ها هي اللعبة وها هو البرنامج. تذهب إلى البرنامج، تضغط هنا، ثم تضغط على هذه الأيقونة EG Open. ثم هكذا تظهر لك هكذا. ادخل على اللعبة مرة أخرى، ثم هذا الرقم أو عدد الرصاصات 196. انظر، اكتب هنا 169 ثم فيرست سكان، ثم تظهر الكثير، ثم ارجع إلى اللعبة. يعني فرغ القليل من السلاح، ثم لدينا 193. يعني يجب أن تفرقوا القليل من الرصاصات، ثم تخرجون، ثم تكتبون 3، ثم هنا نيكست سكان. تظهر لك رقم، يعني تبدأون بتفريغ سلاح وتضغط على نيكست سكان. حينما يظهر لك هذا الرقم تضغط مرتين هكذا، ثم هنا انتر، ثم تكتب 99، أو تضغط مرتين، يعني تضغط هكذا ثم انتر، ثم تمحو هذا العدد، تكتب 9 هكذا، ثم ترجع إلى اللعبة. انظروا إلى عدد الرصاصات هنا، انظروا جيدا. هنا أيضا، يعني هذا الأمر يعود إلى الدم أيضا. إذا كان لديكم دم مثلا 25، تكتبون هنا 25 ثم فيرست سكان. ستظهر لكم العديد من الأرقام. تدخلون على اللعبة، ثم تضيعون القليل من الدم، نقطة أو نقطتين، ثم تخرجون من اللعبة، تذهبون إلى البرنامج وتكتبوا العدد الذي ضيعتموه، ثم نيكست سكان. مفهوم؟
إذا ظهرت 4 أرقام هنا أو 4 علامات ترجعون إلى اللعبة وتضيعون القليل ثم تخرجون تضغطون على نيكست سكان وتظهر لكم هنا علامة واحدة ثم تضغطون أنتر كما حدث معي في السلاح وتكتبون الرقم الذي تريدون. إذا أعجبكم الدرس لا تنسوا الاشتراك والسلام عليكم.